يا أمة لخصومها احتكمت. نحن بنحتكم. المسلمين لما تحصل له مشكلة يقول لك رفعنا شكوى لمجلس الأمن. مجلس الأمن منه؟ ما هم ذات الكفار. شيء عجيب. يا أمة لخصوم يومها احتكمت كيف ارتضيت خصيما ظالما حكما بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة. لو ده تتكلمي خلي المدفع يتكلم، وبعد ذلك ما فضل حاجة حق الناس. شوف أكلمك، المشكلة بتاعت حكومتنا وناس المؤتمر الوطني الآن في تعاطف كبير معهم، لكن ما في برنامج عمل لاستيعاب هذه الجماهير ولاستيعاب هؤلاء الناس. المشكلة الآن ما مشكلة انتخابات ورئيس وتصويت، المشكلة الآن موت وحياة. الناس تكون في عقل داركم. هذا تسوي شنو؟ في ناس كان قالوا داير نمشي غزة. تمشي غزة ليه؟ قالني في محلك غزة جاياك هنا. تمشي غزة بعد نشوف الرجالة، نشوف الشجاعة والرجالة والجهاد. بعد غزة تبقى في السودان هنا. لا بد أن تكونوا أيها الشعب على يقظة كاملة وحذر. القضية ما قضية انتخابات ورئيس يمشي ويجي، القضية قضية بلد تكون أو لا تكون. القضية قضية أمة، إما أن تموت واقفة، وإما أن تعيش عيشة الأذلاء وعيشة الجبناء تحت الضيم تطأطئ رأسها. بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمم. في ناس طرش ما بيسمعوا إلا المدفع. كان قاعد تكورك وتحرق أعلام في الشارع ليه يوم الدين. زول بيشتغل بيك شغله ما في. أحرق أعلامك دي وارجع بيتك وكورك واكتب رايات وقول أي حاجة. الكفار دي حسا قاعدين يحرقوا حاجة. الكفار دي في المعامل بيحرقوا الناس، يجيبوا أسلحة يفكوها من فوق يا أخي يضربوك وما تعرف الضربك منو ذاته. تقول لي نكورك لمتين. بالمدفع استشهدي إن كنت ناطقة أو رمت أن تسمعي من يشتكي الصمم. سل الحوادث والتاريخ هل عرفا حقا بغير القوة، حقا ورأيا بغير القوة احترما.